اتكرمت من حاكم دبي في الامارات. عارفين اتكرمت ليه؟ اتكرمت عشان عمل الانسان اللي انا بقوم بيه في مصر هنا. تمام؟ انتوا عارفين ان انا صوت الحق، انا دايما اقول لكم الحق حق والحق ما يزعلش حقاني، صح؟ عارفين كده. بس انا مش قادره، بجد مش قادره. انا محتاجه اتكلم قوي، محتاجه الناس تسمعني، محتاجه العالم كله يسمعني، كل العالم يسمعني. ضحى ماتت، ضحى اتقتلت بسبب مين؟ بسبب جحود البشر، بسبب تعفن البشر، بسبب ان البشر جواهم حقد مش طبيعي. الناس حرفيا بجد جواها نار من اي حد ناجح بشكل غريب. اي حد ناجح انتوا بتهدوه يا جماعه، بتكسروه، بتحطموه، بتدمروه. مش ممكن، شيء مش طبيعي اللي انتوا بتعملوه، مش طبيعي. كل ده عشان اتكرمت في دبي، كسرتوا لي الدنيا وهديتوا الدنيا على دماغي وبهدلتوني وسوقتوا سمعتي قدام العالم كله. وانا دلوقتي هطلع ادافع عن نفسي قدام العالم كله لاني سكت كتير. تمام؟ دار زهرة مصر مش بس اتقفلت، كل دور الرعايه في مصر اتقفلت، حتى دار المهندس محمود وحيد. ده مش معناه ان احنا وحشين، ده مش معناه ان انا وحشه او الاستاذ محمود وحش او ده وحش او ده وحش او ده وحش، لا، ده توجيه جه وتنفذ. اي حد عنده حتى لو مخالفه صغيره كده تتقفل. تمام؟ طلعتوني حراميه وبسرق وانا كده كده قدمت كل ادلتي ان كل كلامكم ده كذب اصلا، في كذب. وطلعتوني ان انا معايا 2 مليون جنيه، 200 مليون جنيه و50 مليون، وقعدتوا تقولوا كلام غريب كده. لو كان معايا الفلوس دي يا جماعه كنت زماني قاعده في مصر. صلوا على النبي بقى. الحقيقه بقى، يعني انا معايا 200 مليون هقعد في مصر، من كان زماني قاعده في امريكا. ايه اللي هيقعدني هنا؟ معلش يعني اللي انتوا بتقولوا دي معاها وعندها. يا رب تعيشوا عشتي، يا رب تشوفوا شفتي، يا رب تعيشوا وجعي. انا اتخطيت كل الوجع اللي عشته في سنين عمري اللي فاتت، اتخطيت كل الوجع، بس الا الوجع بتاع النهارده. صعب عليا اتخطاه. ان ضحى اتقتلت يا جماعه. عارفين ليه؟ ضحى كانت قاعده في دار زهرة مصر، معززه مكرمه، طلعت عملت عمره ورجعت، كانت ست الستات. ضحى كان بيجي لها كل الناس من دول العالم تتمنى تتصور معاها صوره. ضحى، بس ضحى ماتت. عارفين ضحى ماتت ليه؟ عشان ابوها راح استلمها من الدار. ابوها راح استلمها من الدار يا جماعه. ابوها راح استلمها من الدار اللي هي كانت قاعده فيها، اللي هي دار تبع وزاره التضامن، اللي هي دار حياه اللي هي في الجيزه. راح استلمها، ولما استلمها هربت منه، ضاعت في الشوارع. الخبر انا لسه شايفاه دلوقتي على السوشيال ميديا، خبر كله مالي السوشيال